بيكم في نشرة جديدة من نشرة أخبارنا العقارية، وهنا بنقدم لكم آخر الأخبار اللي حصل في مجال العقارات على مدار الأسبوع اللي فات. شركة العربية بتطلق مشروعها الجديد كور في العاصمة الإدارية الجديدة، وهيكون عبارة عن أبراج متعددة الاستخدامات من وحدات إدارية وفندقية وسكنية. شركة مصر إيطاليا تتعاون مع شركة أرابتك والعمار لتعزيز حركة الأعمال الإنشائية في مشروعهم سولاري في راس الحكمة. الطرح الأول للكوميرشال ستريب في كومباوند إيست شاير في التجمع الخامس من شركة القمز الإماراتية، مكاتب إدارية وعيادات، استلام 2.5 سنين، وسعر المتر بيبدأ من 150,000 جنيه. وتتعاقد شركة الأهلي سبور مع شركة الشمس للمقاولات لتنفيذ مراحل إنشائية جديدة في مشروعاتها سامر وجاية في الساحل الشمالي وكيفا في مدينة 6 أكتوبر. وأخيرا شركة تطوير مصر بتطرح وحدات جديدة في مشروعهم بلوم فيلدز في مستقبل سيتي، استلام 2 سنين فقط وبالتقسيط حتى 10 سنين. وبكده تكون خلصت نشرة أخبارنا العقارية. استنونا الأسبوع اللي جاي في نشرة جديدة.